كم مره رحت تشتري عقار في مصر قال لك خلي بالك في فقاعه عقاريه هتحصل؟ كم مره كان نفسك تستثمر فلوس قال لك لا دلوقتي احنا جوه الفقاعه. طيب انت ايه عارف ايه هي اصلا الفقاعه العقاريه؟ انا جاي النهارده افهمك ايه هي الفقاعه العقاريه، وايه الحاجات اللي ممكن تسبب في حدوث الفقاعه العقاريه، وايه الحاجات اللي انت لازم تتجنبها عشان خاطر ما يحصلش معاك الفقاعه العقاريه. يلا بينا. الفقاعه العقاريه دايما بتحصل لما بيكون في عروض كتيره جدا والطلب عليها قليل، او بيحصل زياده غير محسوبه للعقارات على طول، كل شويه عمال ازود، كل شويه عمال ازود، كل شويه عمال ازود. طب انت بتزود ليه؟ يقول لك الدولار زاد. طيب الدولار ثبت برضه عمال ازود. ابو شيماء الهوار. اهم سبب تقع فيه في الفقاعه العقاريه المضاربات. ايه هي المضاربات؟ يقول لك يلا خش لوتش ده دلوقتي وبعد 3 شهور اخليك تبيع بمكسب. ده اكبر سبب يخليك تقع في الفقاعه العقاريه، لان انت داخل قرار ان انت تستثمر في عقار في سلعه مش رخيصه خالص بالمضاربه اللي هو بالفهلوه بالبلد. خش وهخليك تبيع. محمد مأكد لي امال انا جاي ليه دي؟ وطبعا ده ساعات بيحصل كتير بسبب بعض المسوقين العقاريين المعدومين الضمير، اللي يقول لك اشتري وانا هبيع لك بعد شهر، وتيجي بعد شهر انت مش قادر اصلا تسدد اقساطك، وده برضه بيكون سبب من اسباب الفقاعه العقاريه. تاني سبب معايا شركات التطوير العقاري والبنوك. ليه البنوك؟ البنوك بتدي دلوقتي تمويل عقاري، في نفس الوقت شركات التطوير العقاري دلوقتي بقت عندها عروض تدفع 5% وتقسط 10 سنين و12 سنه. ده بيخلي فيه صعوبه في اعاده البيع، لان ببساطه كده انا دلوقتي لو جيت قلت لك انا عايز منك مثلا مليون جنيه وتاخد الشقه دي دلوقتي، هتكون اصعب من ان انا اقول لك عايز منك 50,000 جنيه بس وقسط لي البيع على 10 سنين. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. وده برضو بيكون سبب من اسباب ان احنا بنقع في الفقاعه العقاريه. وثالث سبب معايا ان انا بروح اشتري في منطقه العرض فيها كتير جدا والطلب قليل، ما طبيعي ان انا اخش في الفقاعه العقاريه. مش محتاجه حاجه يعني. لكن لو رحت مثلا منطقه تانية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر يعني، لو رحت الساحل الشمالي، انا بعد الساحل الشمالي عندي ايه؟ عندي ليبيا. فانا رحت في منطقه فيها العرض قليل جدا والطلب متزايد. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. ازاي بقى تتجنب الفقاعه العقاريه؟ ببساطه، اول حاجه ابحث عن عامل الندره. ايه هو عامل الندره ده؟ زي ما انا كلمتك من شويه، دور لي على الاماكن ان الطلب فيها اكتر بكتير قوي من العرض. ايه ده بس بالسهوله دي؟ لا يا راجل خبيه وندور عليه. يبقى انت كده اول خطوه سليمه عملتها في تجنب الفقاعه العقاريه. تاني حاجه استثمر مع شركات عندها رؤيه مستقبليه مظبوطه. عندك شركات كتيره قوي، يعني على سبيل المثال برضو ليس الحصر، عندك طلعت مصطفى راجل عنده كونسبت معينه هو ماشي بيها. انا راجل بعمل مدن فيها لايف ستايل متكامل، وكلمتي عقد، بقول لك حاجه بنفذها لك بسلمك في ميعادها. انا مش بتكلم على طلعت مصطفى بس، انا بتكلم على مطورين كتيره قوي. عندك اعمار، عندك اورا، عندك كذا حد. لكن لما بروح مع مطور لسه جديد او نيو كام او لسه بيجرب فيك، طبيعي ان انت لو ما دخلتش في الفقاعه العقاريه انت اصلا مش هتستثمر في العقارات، لان هو اصلا مش هيسلمك. عشان تعرف كل الالفاظ العقاريه بدون تعقيد، اعمل لنا سبسكرايب وفولو وسيف للفيديو ده.